في مقطع اليوم سنقدم إليك 5 معلومات عن برونو فرنانديز لاعب الهلال المحتمل. أولاً، هو لاعب كرة قدم برتغالي محترف اسمه برونو ميغيل بورخيس فرنانديز، مواليد 8 سبتمبر 1994. هو لاعب يلعب في خط الوسط لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو قائد الفريق وأيضاً للمنتخب البرتغالي. ثانياً، مسيرته في الأندية. بدأ مسيرته الاحترافية في إيطاليا مع نادي نوفارا عام 2012، ثم لعب لأودينيزي وسامبدوريا قبل أن ينتقل إلى سبورتينغ لشبونة في البرتغال. في يناير 2020 انضم إلى مانشستر يونايتد. ثالثاً، أسلوب اللعب. يعرف بكونه صانع ألعاب يتميز بالتمريرات الخطيرة والطموحة والتسديدات من مسافات بعيدة. يعرف أيضاً بعمله الدفاعي وضغطه على الخصم بعد فقدان الكرة، ويعد هدافاً غزيراً من خط الوسط. رابعاً، إنجازات فردية وجماعية. فاز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد. وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2021 و2025 ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2023. حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي مرتين، 2018 و2019. كان هداف الدوري الأوروبي في موسم من 2019 إلى 2020 ومن 2024 إلى 2025. فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات. خامساً، مجموع المساهمات بمسيرته. سجل أكثر من 120 هدفاً، وقام بما يزيد عن 60 تمريرة حاسمة.